يا أهل اليمان ما عاد قلبي سالم. حوثي جيش قد سرق ولا قنع من كل شي، نفسه هوية طامعة كذاب ابو لا حد بكذبه ينخدع، وحده شبع والناس حوله جاوعة. على من على غيري، على من على غيري تمشيها علي، على غيري ونفرض لك على غيري. تهنجم لك أنا داري وعارف بك وفاهم أي شي في قلبك. تحطمنا وتنهينا وتاخذ ما بأيدينا. ألا يا أبو شعر أخضر وأبو صرخة على غيري، ألا يا أبو شعر أخضر وأبو صرخة على غيري، ولو بالحق تتظاهر على غيري، على غيري تكذب على غيري، يا حذي، تضحك على غيري، يا حذي، مثل على غيري، يا حذي. والعب على غيري. على مين تلعبها؟ على مين يا كذاب؟ على غيري يا حذي، على غيري يا حذي، أيوة. على غيري على غيري. بس يا حوثي يكفي فضايح كل ساعة وانت تفعل فضيحة. في طريق الفن بلا ويل رايح بالأمور المخزية والقبيحة. اكذب لك اكذب لك يا حذي، على الذي مثلك، يا حذي، اما انا اقول لك يا حذي، ما اناش مصدق لك. يا حذي، كم فيك كل الدين يا حذي، تكذب على المسكين يا حذي، بالقدس وفلسطين. يا حذي، هدك وهد يا حذي. على من على غيري، على من على غيري. السلام عليكم. يا سلام، بدأنا البرنامج غصبا عن أي واحد من النواصب الذين يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نبدأ يا مخرج. يلا 3 2 نبدأ. يا ابونا وينك يا علي؟ سود الله وجوهنا. عباسي انا يا طيور الحيد غني لي. السلام عليكم. اليوم سنتكلم عن البكاء واللطم ودوره في إحياء الإسلام من تراث الدين. ومن كان لديه حاجة من حوائج الدنيا أو ضاع عليه سر من أسرار الآخرة أو حتى فقد حبيبته، إذا أراد أن ترجع أو أن يؤجر فيها فليلطم وحبيبتك وحبيبتك هكذا. حتى إذا سافرت حبيبته يجب عليك أن تلطم وتقول طارت الطيارة والحبايب طاروا، طارت الطيارة والحبايب طاروا بسم الحب. هكذا. فهناك من يقول أن اللطم بدعة، بدعوا والله بك في كل مكان. اللطم هذا دين وتاريخ، حتى لو لم يكن الإسلام موجود لكان هناك دين اللطم. ومعنا الاتصال الأول، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس ايش تسأل؟ تفضل. هل أنت شيعي أم سني مسلم؟ أين اللطم يا ملعون؟ أين اللطم؟ خلاص. ايش تسأل؟ هل اللطم له انواع معينة؟ نعم، هناك اللطم السريع وهناك اللطم البطيء. وهناك المتوسط الذي ما بين وبينها. وهناك أنواع لللطم، أن تلطم وأنت واقف. هناك اللطم المقعلل، لطم أنت تلطم وأنت مقعلل، وهذا أجره خمس أجر اللطم الواقف، لأن من كان واقف يلطم وتؤتى له أجر اللطمة كاملة اللطمية. نعم. ومن كان جالسا فتؤتى نصفه، ومن كان متقعللا نتجعص يلطم وتتقارح من نازل اللطم ولا يجوز. طيب، وهل مثلا ينفع انه احد ثاني يلطمني ولا لازم الطم نفسي؟
إذا كنت تريد أن تؤجر خل واحد يدعسك ونريد أن يكون لها دعسة فوق. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا سيدي؟ حياك. هل كل الكائنات تلطم؟ نعم، كل الكائنات تلطم، حتى السمك. السمك يلطم ويبكي. تعرف اللي يفعل هكذا السمك؟ هو يلطم وانت خالق انه بيسبح. تفضل. وهل السكران يجوز له اللطم؟ السكران يجوز للطم لكل البشر، حتى المسيح، حتى اليهود، حتى يجوز لهم، بالواجب أن يلطم. والسكران بالذات جائز، ليس جائز له اللطم ولا بل مشروع، يعني مستحب وغير، لأنه قد يلطم في مكان آخر وقد يلطم هنا وهنا، فإذا كان مركز وقد مولعي عادي قد يعرف كيف يلطم. أما إذا عدو مبتدئ لا يجوز له اللطم. والسارق؟ السارق يتلطم يا أخي، يتلطم. هذا سؤال، هذا شيعي الله عن الشيعي. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ نعم. هل هناك كيف حالك؟ زعمنا احنا اصحاب. قل كيف انت يا سيدي؟ كيف كسروا أنت؟ لكفك ولكف ابوك. لكنني لست شيعي. انت ناصبي. أنا سني. سني. تفضل. هل الله هناك- يهديك، الله يهديك. كيف طريقة البكاء في رواياتكم؟ هل لها نغمات أم ماذا؟ البكاء نعم ذكرتني كما روي في كتبنا عن ساهج بن لماغج أنه قال: من تنتنى وتهأأ فكأنما زار الحسين في جنة الخلد البهيج. فأنواع البكاء هو أكيد نغمات. هناك النغمة التي ما هي النغمة المفضلة لديكم؟ هذه هي النغمة المفضلة. والنغمة المكروهة؟ أن تبكي مثل النواصب. هذا لا يجوز أن تبكي هكذا. يجب أن يسمع لك نعيقا ونهيقا في بكائك للرقيق، كما جاء في الروايات: من استنهق واستنهج فقد بهج بالبهجة. تفضلوا. معنا اتصال. ألو يا سيدي وعيني. مرحبا. أنت سني أم شيعي؟ شيعي من هانك من اليمن. صاحب سلطة. إيه يا خبير. هذا الكلمة تضحكني يا ملعون. تفضل. هل كل الكائنات بكت على الحسين؟ نعم كل الكائنات بكت على الحسين إلا البسباس. ما رضي يقول يبكي، رجع الله يجعله يحرق حريق الدرجة. كما جاء في الروايات أنه كان طعمه سائغ المغة، أي أنه لذيذ كالعسل. فعندما مات الحسين لم يبكي عليه، فخسف الله عليه فجعله فح بحيح. كذلك الملح كان سكرا بائكا شاركا، فعندما لم يبكي على الحسين استغرب وقال: وكذلك الغراب كذلك. والحمار لم يبكي. حمار ايش يفعل عنه؟ حمار ما يفعل. ومعنا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف انت يا سيدي؟ هل انت شيعي ام مسلم؟ انا يعني شيعي، يا سلام. بس عادنا ما قدنا الشيعي قوي، عادنا اشياء اتاكد من بعض الحاجات. تفضل. انا اشي اسال على منجزاتكم، ما هي يعني ايش انجزتوا؟ فين؟ في العراق مثلا. مو يعني ما قصدكم هذا. انت خارج الموضوع. ايش انجازاتكم؟ يعني انا بنلاحظ الان في العراق ما بش من انجازاتكم الا حق اللطم وحق البكاء وحق المزارات وحق البدع وحق الغش والكذب والدج. هل معاكم انجاز واحد يقدر يقتدي بكم؟ بالنسبة هل هناك أفضل؟ هل فعلتوا حتى حديقة واحدة علشان المواطن يخرج يتنفس؟
أيهم أفضل الحديقة أم مكان اللطم الذي يبكي على الحسين؟ من أفضل المصانع والمدارس أم الملطمة حق الحسين المزار؟ يا أخي تمام هذا حسينية. بس ضروري ما ترفهوا المواطنين حدايق هنا هو الترفيه، هذا ترفيه. عندما تبصرين احنا يصير يبكي لو ما يفتطر ولا يلتطم، لو ما يضوي وجهه احمر، ولا لو ما يشط ظهره، ولا لو ما يقلع راسه، هذا ترفيه. نحن نترفه ونضحك. قبحكم الله قبيحه فيما خلق الله. نحن نترفه ونضحك. لانكم دجالين كذابين يقحونه. على العموم نصل إلى نهاية الحلقة. نصل إلى نهاية الحلقة. الآن في اليمن والكل ما يفعلون المقابر والمزارات، سيدي حسين، سيدي البشاط، سيدي جدتي، سيدي، يعني شوهتوا بالدين والإسلام. الله لا وفقكم يا ظلمة يا دجالين يا كذابين. هناك من يراجم يا ملعون. نهايتكم قريبة والله ما تدوا خطوة. ونصل إلى وينو هذا ذي بيصور وينو. نصل إلى نهاية هذه أيوة تعال صور. كما شاهدتم أن البكاء، واستفدنا أن البكاء يطهر الذنوب. على خير